بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، دفعة التابلت 2021. طلاب اليوم ومهندسين الغد، يلا مع بعض نستعرض رحلة الشروحات لمنهج الصف الثالث الثانوي. وهبدأ إن شاء الله بالاستاتيكا، وهبدأ بالباب الأولاني في الاستاتيكا اللي هو الفراكشن، اللي هو الاحتكاك. فيلا على بركة الله نبدأ. وأتمنى من حضراتكم حاجة واحدة بس، لا هقول لحضرتك رين جرس ولا اضرب جرس، كل اللي فيها اشترك في القناة، لسبب ان انا مجرد ان انا بعمل اي فيديو بيجي لك اشعار ان الاستاذ عمل فيديو، وتابعنا في الظروف اللي احنا بنمر بيها علشان تعدي ان شاء الله على خير، ونشوفكم في هندسة بإذن الله. على بركة الله نبدأ في الاستاتيكا الصف الأول الثانوي. وأول شيء هنتكلم على الفراكشن اللي هو الايه؟ الاحتكاك. طبعا بقدم الحلقة الأستاذ جمال عبد البديع، موجه رياضيات. إن أسألكم الدعاء. أولا الاتزان، هنتكلم على الاتزان. الاتزان بالنسبة لنا عندي نوعين، إما اتزان على مستوى أفقي خشن، أو اتزان على مستوى مائل خشن. وهنفهم يعني ايه اتزان، بس في الاول لازم نتعرف على في شوية اساسيات لازم نتعرف عليهم، اللي هم بنقول عليهم يعني ايه، كلام نظري لازم تعرفه، لان كل كلمة في المسألة ليها معنى، ولو حضرتك مش عارف معنى كل كلمة في المسألة مش هتعرف تحل المسألة، عشان لازم حضرتك يجي لك على الاقل مسألتين من درس الاحتكاك. اولا انا قلت هنا اتزان جسم على مستوى مائل خشن. اصبر عليا كده. اولا اول حاجه المستوى هيبقى قصدي افقي خشن. افقي خشن هنتكلم على حاجات كده انت خدتها ودرستها. ما هو رد الفعل؟ رد الفعل قاله لنا العالم نيوتن: لكل فاعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فهو قوه تنشا من تلامس سطحين جسمين. انا واقف على الارض، لو مش كانت الارض صلبة مش هتشيلني، فانا واقف بأثر عليها بوزني، وهي بتأثر عليا برد فعل شيلاني. لو كانت الارض ديت هشة، لو كانت الارض ديت مش هتقدر تستحملني، هغوص فيها. تمام؟ ادي معنى كلمة رد الفعل. طيب يا مستر، في حالة السطوح الملساء، لو انا جبت لوح زجاج وحطيت عليه بلية، لو انت لاحظت معايا هتبص تلاقي البلية يا دوبك مست لوح الزجاج في نقطة، اللي هي بنسميها نقطة التماس، اللي هي من اعدادي نص القطر عمودي على المماس عند نقطة التماس. اهو نص القطر ده في الحالة ده رد الفعل العمودي. يبقى في حالة السطوح الملساء بيكون رد الفعل عمودي على سطح التماس اللي هو عند نقطة التماس. طيب في حالة السطوح الخشنة، سطوح خشنة، رد الفعل على فكرة بيكون غير معلوم، لانه بيتوقف على طبيعة الجسمين، وبيتوقف على قوة أحدهم على الآخر. يبقى في حالة السطوح الخشنة يكون رد الفعل غير معلوم الاتجاه، وبيتوقف على طبيعة الجسمين. الخشونة زايدة، أحدهما خشونته أزود من الثاني، أحدهما أثر على الثاني بقوة أعلى من الأولى، فهنا بيتوقف على طبيعة الجسمين أو على تأثير أحدهما على الآخر. طيب رد الفعل في حالة الأجسام الخشنة بيتحول إلى مركبتين. في حالة الأجسام الخشنة بنحلله إلى مركبتين، أحدهما موازية لسطح التماس، واحدة منهم موازية لسطح التماس اللي هنسميها قوة الاحتكاك قدامك اهي، والتانية هتبقى عمودية اللي هو رد الفعل العمودي ده. يبقى هنا رد الفعل في حالة الأجسام الخشنة له مركبتين، أحدهم موازي لسطح التماس وهي قوة الاحتكاك، والتانية عمودية على سطح التماس اللي هو رد الفعل اللي يا أولاد رد الفعل العمودي. تعالى اما نشوف برضو احنا في ايه تاني. انا قلت لك الكلام النظري اللي انا بقوله دوت لازم اقوله، لانك لازم تسمعه، لانك هتطبقه في المسائل، وهنشوف مع بعض لما نحل مسائل. اول حاجه بنتكلم على قوه الاحتكاك. ايه قوه الاحتكاك دي؟ قوه الاحتكاك دي هي قوه كامنه بين سطحين خشنين، ما بتظهرش الا عند تحريك احدهم على الاخر. يبقى قوه الاحتكاك هي قوه كامنه بين سطحين خشنين، ولا تظهر الا عند تحريك احدهم على الاخر. اديني مثال يا مستر من الحياه. حضرتك بتلعب جيم، رحت للجيم قلت له اديني السوسته. السوسته جواها قوه كامنه، ان كنت شاطر افردها وافرد درعانك لعند الاخر.
لو كانت القوة بتاعتك أكتر من القوة الكامنة اللي موجودة جوه السوستة هتفرد السوستة لعند الآخر. لو كانت القوة بتاعتك أقل من القوة بتاعت القوة الكامنة اللي جوه السوستة مش هتقدر توصل للذراعين بتاعتك لعند الآخر، فبنسمي دي كولات قوة كامنة. حاجة تانية يا مستر لو سمحت، لو واحد ماشي على طريق والعربية بتاعته عطلت وقال لك يا مستر والنبي اديني زجة، العربية ديت دلوقتي بتأثر على الأرض بالوزن بتاعها بالإضافة إلى قوة الاحتكاك اللي على الأرض. فأنت وصاحبك لما تزجوا العربية دي لو كانت القوة بتاعتكم أكبر من القوة الكامنة اللي داخل وزن العربية مع السطح، العربية هتمشي. الدليل اللي ممكن السواق يقول لك بس هي مجرد إنك بس تطلع العربية هتمشي، مجرد إن القوة اللي بتاعتكم أنتوا الاتنين تكون أكبر من القوة الكامنة اللي موجودة. أدي معنى كلمة قوة الاحتكاك، طولت عليكم فيها. طيب في حاجة اسمها قوة الاحتكاك السكوني. طب ما هي دي القوة يا مستر اللي ساكنة جوه الجسم، بتظهر امتى؟ تظهر عند انزلاق سطحين متلامسين، او يكون احدهما على وشك الايه؟ او يكون مثنى على وشك الحركة، ويكون اتجاهها دايما عكس اتجاه القوة. وفي الحالة دي بتكون ح اللي هي قوة الاحتكاك اكبر من الصفر واقل من م س ر. قوة الاحتكاك السكوني هتظهر امتى؟ طول ما الجسم ثابت مفيش حاجة ظهرت عند انزلاق سطحين متلامسين، او يكون على الاثنين على وشك الحركة، ويكون اتجاهها عكس اتجاه القوة، ويكون ح اكبر من او بيساوي الصفر اللي هي قوة الاحتكاك واقل من م س ر. مين م س ر دي يا مستر؟ م س ده معامل الاحتكاك السكوني، ور طبعا هو رد الفعل العمودي. طيب في عندي حاجة اسمها قوة الاحتكاك السكوني النهائي، خلاص الجسم مش عاد قادر يقاوم. ففي الحالة ديت العربية وانت بتزوجها انت والسواق عمالة العربية تقاوم والسطح الخشن يقاوم لدرجة ان اصبحت قوتكم انتوا الاثنين اكبر من القوة الكامنة الموجودة، فبتوصل القيمة بتاعتها الى حالة قيمتها العظمى. فقوة الاحتكاك السكوني تزداد الى قيمتها العظمى عندما يكون خلاص الجسم مش عاد قادر، فيبقى على وشك الحركة دون ان يتحرك. في الحالة دي ح س بتساوي م س ر. يبقى قوة الاحتكاك السكوني هي قوة تزداد قيمتها العظمى عندما يكون الجسم على وشك الحركة دون أن يتحرك. في الحالة ديت ح س اللي هو قوة الاحتكاك السكوني بتساوي م س ر اللي هو معامل الاحتكاك في رد الفعل. تعالى برضو ما نشوف احنا جايبين لك ايه تاني. قلت لك الكلام النظري لازم تفهمه، لانك لازم تسمعه، لان هتشوف الكلام ده في المسائل. طيب تعالى بقى في حاجة، ادي معامل الاحتكاك السكوني اهو. طب ما انا لسه جاي لك من شويه ان ح س بتساوي م س ر اهو يا ولاد، ح س بتساوي م س ر. معامل الاحتكاك السكوني هو النسبه بين الاحتكاك السكوني النهائي ورد الفعل العمودي، يعني م س بتساوي ح س على ف، هو النسبه بين الاحتكاك السكوني اللي هو ح س على رد الفعل العمودي، اي ان م س بتساوي ح س على ر. يعني بنسميها هنا معامل الاحتكاك السكوني. معاملات الاحتكاك السكوني في اغلب الاحيان، المعاملات كلها في اغلب الاحيان يا اولاد دايما تكون بين الصفر وبين الواحد، يعني اكبر من الصفر واقل من الواحد، ثلث، نص، ربع، ما بين الصفر وما بين الواحد. طيب قوة الاحتكاك عندي حاجة كمان اسمها قوة الاحتكاك الحركي. قوة الاحتكاك الحركي يعني في عندي قوة تانية، عندي قوة اسمها قوة الاحتكاك الحركي. بيقول لك اذا تحرك جسم على سطح خشن تكون هناك قوة احتكاك حركي اتجاهها عكس اتجاه حركة الجسم. خلاص انت زجيت العربية هتطلع للامام، بس في الحالة دي خشونة السطح بتعمل في اتجاه مخالف. يبقى ح ك بتساوي م ك ر. م ك دي م ك ده عبارة عن معامل الاحتكاك الحركي، وره بيساوي رد الفعل العمودي. زي ما ح س بتساوي م س ر، برضو قوة الاحتكاك الحركي ح ك بتساوي م ك ر. الفرق هنا ده معامل الاحتكاك سكوني، ده معامل احتكاك حركي، ورد الفعل موجود في الاثنين مفيش اي مشكلة. يا مستر انت طولت في الدش شويه. لا ما طولتش، تعالى، ما انت قلت لك لازم تعرف الكلام ده. في شويه ملاحظات بسيطه. ايه هي العلاقه بين ح ك وم ك ر؟ العلاقه بين قوه الاحتكاك الحركي وم ك معامل الاحتكاك الحركي ورد الفعل. قال لك هتتحقق فقط اذا وفقط اذا عندما يكون الجسم على وشك الحركه او متحرك بالفعل. يعني هناك يا اولاد ح س بتساوي م س ر، الجسم يكون على وشك الحركه دون ان يتحرك. اما هنا ان ح ك بتساوي م ك ر هتتحقق هذه العلاقه عندما يكون الجسم على وشك الحركه
طبعا انت هتقول لي يا مستر بنتكلم على زاويه الاحتكاك اللي هي لام. فين يا مستر؟ اهي زاويه الاحتكاك يا ولاد اهي. دي الزاويه المحصوره بين رد الفعل العمودي اللي هو ر ورد الفعل المحصل. طيب لو انا جبت القلم اللي هو دوت ونزلت لك من هنا عمود ونزلت لك برضو من هنا عمود، انت عارف الحته اللي تحت دي كام؟ الحته اللي تحت دي م س اللي هي فوق م س، يعني الحته دي يا ولاد م س ودي م س. طب والحته دي ر، الحته دي ر، يعني اجي اعلم لك عليها الحته ديت من اول هنا لعند هنا، دي الحته دي ر. طيب والحته ديت م س والمثلث قائم الزاويه، فلما من فيثاغورس تجيب فيثاغورس يبقى ر شرطه تربيع بتساوي م تربيع س زائد ر تربيع، اللي هي ح س تربيع زائد ر تربيع. طب ح س عباره عن ايه؟ عباره عن م س ر، فمعنى كده ان ر شرطه من فيثاغورس تساوي الجذر التربيعي الى ر تربيعي اللي هي دي زائد ح س اللي هي م س ر تربيع. فالر متكرره، فانا خدت لك الر بره مشترك طلعت بره بر، فاصبحت رد الفعل المحصل عباره عن ر الجذر التربيعي الى 1 زائد م تربيع س. ر ده مين؟ رد الفعل العمودي، م س معامل الاحتكاك السكوني، وانا خدت لك لان دي فيها ر تربيع وح س عباره عن م س ر تربيع، فانا خدت لك ر تربيع بره. تعالى بس الكلمتين دول، زاويه الاحتكاك اللي هي لام لما تيجي تجيب ظا لام، الظل بيساوي مين على مين؟ الظل بيساوي المقابل على المجاور، يعني ح س على ر، وح س هي م س ر، ح س دي يا اولاد هي م س ر. شيل الر مع الر اصبحت ظا لام بتساوي م س، يعني معنى كده ان ظا لام اللي هي زاويه الاحتكاك او ظل زاويه الاحتكاك بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل بتساوي معامل الاحتكاك السكوني. حته مهمه جدا، لو طلب منك رد الفعل المحصل هتساوي ر بره اللي هو رد الفعل العمودي جذر التربيع الى 1 زائد معامل الاحتكاك السكوني تربيع. طيب ومش تنسى ان زاويه الاحتكاك اللي هي ظا لام طلعت بالاثبات بتساوي م س من فيثاغورس ان الظل بيساوي المقابل على المجاور، يبقى ح س على ر، وح س عباره عن م س ر على ر، شيل الر مع الر يبقى وصلنا ان ظا لام بتساوي م س، يعني ظل زاويه الاحتكاك الزاويه المحصوره بين رد الفعل المحصل وره اللي هو رد الفعل العمودي بتساوي معامل الاحتكاك السكوني. تعالوا برضو ما نشوف احنا جايبين لحضراتكم ايه، ننتقل على الشريحه اللي بعد دي. اعتقد كده بقى بعد ما خلصنا لشويه النظري، تعالوا بقى اما نستعرض المسائل. بس كان لازم اقول لك النظري دوت اتزان جسم على مستوى افقي خشن. تعال اما اشوف حضرتك هتجيب معادلات الاتزان ازاي. طبعا انا اديتك يعني مثال. ادي هنا يا اولاد السطح الخشن ده كده السطح الخشن، وهنا ده الجسم الموجود اللي هو دوت اهو، ده الجسم اهو، وفي قوة بتأثر على الجسم، بس هذه القوة مثلا بتميل على الأفق بزاوية سيتا، ادي قافة اهي اهي بتميل بزاوية سيتا. طب ما انت خدت في تانية ثانوي تحليل قوة إلى مركبتين متعامدتين، فحضرتك كنت بتحللها إلى قاف جتا سيتا وكنت بتحللها إلى قاف جا سيتا. الله يرضى عنك يا مستر. يبقى انت هنا قاف ديا كنا بنحللها لقاف جتا سيتا وقاف جا سيتا. الجسم في حالة اتزان، عشان كده قلت لك معادلات الاتزان، اللي ناحية الشرق بيساوي اللي ناحية الغرب، يعني قاف جتا سيتا بيساوي ح اللي هي قوة الاحتكاك، وعندك ر زائد واو جا سيتا اللي ناحية الشمال بيساوي اللي ناحية الجنوب بيساوي واو. دي معادلات الاتزان يا اولاد على مستوى افقي خشن. تعال نشوف كده مسألة ونقول لحضرتك. بيقول لي وضع جسم وزنه 32، الجسم دي كده يا اولاد اهو وزنه 32 على مستوى افقي خشن، أثرت عليه قوة أفقية ق اهي حتى أصبحت الكتلة على وشك الحركة، بس هي قوة أفقية وبس. عايز معامل الاحتكاك السكوني، يعني ما عليك اللي هتكتب بس معادلات الايه؟ معادلات الاتزان. اللي ناحية الشرق بيساوي اللي ناحية الغرب، يعني يا مستر يعني ق بيساوي ح، وفي الحالة دي ر بيساوي 32، يبقى ر بيساوي 32 اهي في ثانية، ر بيساوي 32 نيوتن، وق بيساوي ح. طب ما انا عندي ح اللي هي قوة الاحتكاك السكوني بتساوي م س ر، يعني بتساوي م س في ر، ور بكام؟ ر ب 32. طيب امال انا عندي ق ب 8 على فكرة، يعني اثرت عليه قوة افقية اللي هي ق ب 8،
يبقى ق بيساوي 8، بس مش مكتوبه في المساله على فكره، هنا في 8. حتى اصبح الجسم على وشك الحركه، فانا هشيل ق اللي هي ح واحط مكانها 8. 8 بتساوي م س ر، اقسم، يبقى م س بتساوي 8 على 32 بتساوي ربع. ربع يا اولاد بتساوي ربع اللي هو 25% يا مهندس بتاع بكره، بتساوي ربع 1 على 4 اللي هو 25% اللي هو معامل الاحتكاك السكوني. سهله يا مستر، ما لازم اديك الاول مساله سهله علشان ننتقل على اللي اكتر خشونه. طيب مساله ثانيه، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي وضع جسم على مستوى افقي خشن، فاذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى ربع. ماشي، هنا بربع. اوجد مقدار القوه الافقيه التي على الجسم على وشك الحركه. خلي بالك المساله فيها مطلوبين. وضع جسم، فين يا مستر الجسم؟ الجسم اهو موضوع على مستوى افقي خشن، ادي الجسم. ماشي. معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم وبين المستوى يساوي ربع، برضه ماشي. يبقى حضرتك هتكتب معادلات الحركه عباره عن ايه؟ معادلات الحركه يا اولاد، اللي ناحيه الشرق اللي هو القوه بتساوي اللي ناحيه الغرب اللي هو م س ر اللي هو قوه الاحتكاك، واللي لاعلى اللي هو رد الفعل العمودي بيساوي للاسفل اللي هو يبقى ب 20. ده اول شيء. وق بتساوي م س ر، هتعوض عن م س بربع وهتعوض عن ر ب 20، يبقى ق بتساوي م س ر بتساوي ربع في 20 بتساوي 5 نيوتن. خلصنا من المطلوب الاولاني. كمل بقيه المساله. المطلوب الثاني عايز القوه التي تميل على المستوى بزاويه قياسها 30. هتروح حضرتك ترسم رسمه ثانيه وانا رسمها لك اهي. هذه القوه اهي تميل بزاويه 30، ثانيه ثانوي. هنحلل القوه دي الى مركبتين، ق جتا 30 وق جتا 30. طب ق جتا 30 هتبقى مع مين؟ هتبقى مع الري. ونفس الرسمه اللي فوق بالظبط، بس كل اللي فيها ان احنا حللنا القوه اصبحت ق جتا 30 وق جتا 30. معادلات الاتزان يا مستر، يبقى ر اللي فوق ر زائد ق جتا 30 بتساوي 20. يبقى ر يا اولاد زائد جتا 30 بنص نص ق بتساوي 20. عيب لما اقول لك الكلام ده عشان انت طالب ثالثه ثانوي المفروض انت تعمل الكلام ده. فانا ضربت لك في 2 اصبحت 2 ر زائد ق بيساوي 40. دي معادله، هي اصلا ر زائد ج 30 بنص ق بيساوي 20. ضربت لك في نص في 2 اصبحت 2 ر زائد ق بيساوي 40. دي معادله في مجهولين اركنها. المعادله الثانيه ان ق جتا 30 بتساوي م س ر، يعني ق في جذر 3 على 2 بتساوي م س بربع ور ب 20 اهي يا اولاد. حضرتك اصبحت عندك جذر 3 على 2 ق بتساوي ربع ر، هتعوض بواحده بدلاله الثانيه. انت عندك هنا مجهولين، 2 ر زائد ق بتساوي 40، وعندك جذر 3 على 2 ق بتساوي ربع ر. يا تجيب ر وتعوض هنا، يا تجيب ق وتعوض هنا، فهتطلع ق عندك ب 5.5 نيوتن، وهيطلع رد الفعل بيساوي 17.5 نيوتن. مساله سهله، نصها كان على مستوى افقي بس القوه مش بتميل، والنص الثاني كانت بتميل بزاويه قياسها 30. تعالى برضو اما نشيل ونشوف المسائل الاصعب خشونه، ولا خشونه ولا حاجه يا مستر. طيب هنا بيقول لي وضع جسم وزنه 10. فين الجسم يا مستر؟ الجسم اهو وزنه 10 نيوتن على نضد افقي، وبعدين ربط بخيط يمر على بكره ملساء مثبته عند حافه النضد. يعني يا اولاد انا عندي جسم وبعدين ربطته بخيط وبيمر على حلقه ملساء. يعني ليه يا مستر ملساء؟ هناخد الكلام ده في الديناميكا عشان مش يبقى في احتكاك للحبل او الحاجه اللي هتمر عليها عشان ما تتاثرش على القوه. ففي الحاله دي الشد هنا بيساوي الشد هنا. طب الشد هنا ب 2.5 يبقى الشد هنا برضه 2.5 عشان الحلقه ملساء، نفس الشد هو الشد. طيب معادلات الحركه ش بتساوي ح ور بتساوي واو. طب يبقى ش ب 2.5 يبقى ح اخرى بتساوي 2.5، يبقى قوه الاحتكاك بتساوي 2.5 ور هتساوي 10. دي معادلات الاتزان. طيب فبيسالك بيقول لك ايه؟ اذا كان معامل الاحتكاك السكوني بيساوي نص بيساوي ثلث، هل يكون الجسم على وشك الحركه؟ فسر اجابتك. افسر اجابتي طيب انا دلوقتي جبنا ح ب 2.5، هروح اجيب له ح س اللي هي بتساوي م س ر. م س بثلث ور ب 10 يبقى بتساوي 3 وثلث. يبقى ح س اللي هو قوه الاحتكاك السكوني النهائي طلعت 3 وثلث. اما قوه الاحتكاك العاديه اللي هو قبل ما يكون نهائي، قبل ما يكون على وشك الحركه، بتساوي 2.5. في الحاله دي ح يا اولاد اقل من ح س، يعني قوه الاحتكاك اقل من قوه الاحتكاك النهائي. يبقى اذا الاحتكاك في الحاله دي يبقى اولا انا عندي قوه مقدارها 3 وعندي قوه مقدارها 2، الزاويه بينهم 60. حضرتك هتروح تجيب محصله قوتين زي ما خدت في ثانيه ثانوي، محصله قوتين يا اولاد.
القانون قدام حضرتك اهو. ح تربيع بيساوي ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 جت اهي. كل حاجه عندك، يعني ح بتساوي 2 تربيع 4 زائد 3 تربيع 9، 2 في 3 في جتا 60، يعني هتطلع جذر 19. يبقى محصله القوتين ده اهي، دي كده جذر 19 اللي هي بتساوي س ر، دي معادلات الاتزان، ور بتساوي جذر 157. قلت لك الشكل مرسوم. يبقى ر بتساوي واو بتساوي جذر 157 اهي يا اولاد. وعندي ق اللي هي قوه بتاعت اللي احنا جبناها اللي هي جذر 19 بتساوي م س ر. طب انا عايز اجيب م س يا مستر، يبقى م س بتساوي ق على ر، يعني هتساوي جذر ق اللي هي جذر 19 على ر اللي هي جذر 75، فهتطلع جذر 3 على 3. يبقى معامل الاحتكاك السكوني بيساوي جذر 3 على 3. طيب انا عايز زاويه الاحتكاك، انت بتقول لي هنا ان الاحتكاك نهائي. ادام الاحتكاك نهائي يا اولاد يبقى م س بتساوي ظ ل، لسه شارحينها ان ظ ل اللام الزاويه المحصوره بين رد الفعل المحصل ورد الفعل العمودي بتساوي معامل الاحتكاك السكوني، يعني ظ ل بتساوي جذر 3 على 3 شيفت تان، هتطلع الزاويه بتساوي 30 درجه، مش فيها اي مشكله خالص. تعالى برضو اما نشوف انت جايب لنا ايه. بيقول لي ان هو توضع جسم وزنه واو، خلي بالك دي مساله اثبات. طب يا مستر ما هو انت بتقول الامتحانات كلها هتبقى اختر، ما هيجيب لي اثبات ازاي؟ لا، ممكن يجي يقول لك ق تساوي واو ظلام ولا واو ظلام ولا فحضرتك هتثبتها وتختار الاجابه الصح. المهم تعالى اما نشوف المساله دي بيقول ايه. الجسم وزنه لام يا اولاد على مستوى افق خشن، زاويه الاحتكاك بين الجسم وبين المستوى بتساوي لام، ماشي؟ والجسم شد الجسم بقوه تصنع مع الافق زاويه قياسها 2 لام. يعني يا اولاد ال 2 لام دي بعد اذن حضرتك القوه اللي هي قوه الشد اللي انت شايفها دي بتصنع مع الافق زاويه قياسها 2 لام. اما رد الفعل المحصل ده اهو بيصنع مع رد الفعل العمودي زاويه قياسها لام. طيب جعلت الجسم على وشك الحركه، دي اهم حاجه عندي. اثبت ان القوه بتساوي واو ظلام. طب ما يا مستر ده انا عندي ادي ش ور شرطه وح س وواو. لا، انا عامل لك اكس على ر، يبقى هلغي رد الفعل العمودي، وعامل لك اكس على ح س هلغي قوه الاحتكاك السكوني. اصبح عندي ثلاث قوى، الشين ور شرطه وواو، وهستعمل قاعده لام يا اولاد اللي خدناها في ثانيه ثانوي. شين على ايه؟ شين اللي هي القوه شين على الزاويه اللي بين القوتين الاخرتين، يعني الزاويه دي يا اولاد. طب ما الزاويه دي كلها اللي عندي هنا كانت 180، شيل منها لام يبقى 180 ناقص لام، ماشي. طب واو على الزاويه اللي بين القوتين الاخرتين اللي بين الشين وبين الشرطه. طب الزاويه دي 2 لام، يبقى اللي جانبها دي يا اولاد اللي هحط فيها نقطه دي 90 ناقص 2 لام زائد لام كمان، يبقى 90 ناقص 2 لام زائد لام، يعني تبقى دي 90 ناقص لام. تعالى بقى اطبق الكلام وانا ثانوي. يبقى ش على جا 180 ناقص لام دي بجا لام لانها وقع في الربع الثاني والجا في الربع الثاني مجابه، يبقى ش على جا لام. وواو على جا 90 ناقص لام هي جتا لام، يبقى واو على جتا لام. يبقى اقول له بقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى ش بتساوي واو جا لام على جتا لام. طب ما هي جا لام على جتا لام بظا لام، يبقى فعلا قوه الشد بتساوي واو ظا لام، بتساوي يا اولاد واو ظا لام اللي هي دي. مساله سهله وبسيطه، بس انا طبقت فيها قاعده لامي اسهل من ان انا كنت احل بمعادلات اتزان. تعالى ما نشوف برضو المساله دي بتقول ايه. المساله دي بيقول لي وضع جسم ده، دي بص حتى كان كاتب لك ايه المساله دي في الاختبار الثالث كتاب مدرسه. وضع جسم وزنه 66.2 نيوتن على مستوى افق خشن، معامل الاحتكاك بينه وبين الجسم 3/4، اثرت عليه قوه مقدارها 40 تميل عن الافق بزاويه سيتا، فاذا كان الجسم على وشك عايز سيتا من الاخر، عايز سيتا. اولا حضرتك القوه اللي هي مقدارها 40 دي هتحللها لمركبتين زي ثانيه ثانوي الى 40 جتا سيتا، وهتحللها الى 40 جا سيتا. خلاص معادلات الاتزان هتبقى يا اولاد بقى 40 جتا سيتا بتساوي 3/4 ر اللي هي م س ر، ور معها ضيفه 40 جا سيتا بتساوي 66 وتلتين. دي المعادله اللي هي رقم 1، ودي المعادله رقم 2. انا عن نفسي حليتها بطريقه بسيطه وسهله، معادلتين ومش فيهم الا سيتا بس مجهوله. اعمل ايه يا مستر؟ انا ربعت المعادله رقم 1 طرفيها الايمن والايسر، يبقى 40 جتا سيتا الكل تربيع بيساوي 9 على 16 ر تربيع، ماشي. ووديت الره دي وديت الره دي يا اولاد الناحيه الثانيه، وديت الره ده اهي الره ديت وديتها كده الناحيه الثانيه، يبقى اصبحت 40 جا سيتا بيساوي 66 وتلتين ناقص ر، وربعت برضو الطرفين. فلما ربعت الطرفين اصبحت 40 جا سيتا الكل تربيع بتساوي، انا رفعت لك الكسر 200 على
3 ناقص ر لكل تربيع. طب انت عملت كده ليه يا مستر؟ عشان حضرتك عندي هاخد ال 40 بره تربيع مشترك اللي هي 1600، هيتبقى لي جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا دي بواحد، دي بواحد وريحتني. يبقى 40 تربيع ب 1600. باجي عندك يا طالب يا مهندس اتخلص الهلمه دي. 9 16 ر تربيع سيبتها لك اهو، وفكيت لك القوس زي العيال بتاعت اولى اعدادي. 200 على 3 تربيعها 40000 على 9، الاول في الثاني في 2 يبقى 400 على 3 ر زائد ر تربيع. طب وبعدين يا مستر؟ ده كله كان بيساوي 1600. هتخليها معادله صفريه، وعيب لما اقول لك تعملها ازاي. يبقى 25 على 16 ر تربيع ناقص 400 على 3 ر بتساوي 25600 على 9. حلل على الاله الحاسبه هتطلع ر بتساوي 128 على 3. ر اللي هو رد الفعل العمودي بيساوي 128 على 3. اطلع جري على المعادله رقم 1. 40 جتا سيتا بيساوي 3 ارباع في 128 على 3. اقسم على 40 جتا سيتا تطلع ب 4 على 5. 4 على 5 شيفت كوزين تطلع الزاويه 36 درجه و52 دقيقه. يعني يا اولاد، يعني هي هنا بس التخليص مش اكتر. هي معادلات الاتزان دي ايجت ودي ايجت، بس كل اللي فيها انك لازم تتصرف. انا ربعت الطرفين 40 تربيع 1600 جتا تربيع سيتا، وربعت ال 40 جتا تربيع 1600 جتا تربيع سيتا، وخدت 1600 بره مشترك، فجتا تربيع سيتا زي جتا تربيع سيتا من اولى سنه بواحد. بس وديت ر الناحيه الثانيه، خلص دي بقى 9 16 ر، يبقى 9 16 ر تربيع ناقص هتفك القوس دهون وتخلي المعادله صفريه، هتطلع ر عندك ب 128 على 3. وروح عوض هنا اهو، يبقى 40 جتا سيتا تساوي 3 ارباع في 128 على 3. هتطلع جتا سيتا ب 4 على 5، يبقى سيتا هتساوي 36 درجه و52 دقيقه. طيب كده مساله برضو جميله وحلوه. انا طبعا غطيت كل المنهج كده يا اولاد بالايه؟ بالمسائل اللي هي على المستوى الافقي الخشن. اعتقد ان انا كده باذن الله عملت عمليه انقاذ وعمليه تجميع لبعض المسائل الحلوه على المستوى الافقي الخشن. وان كان لينا عمر لينا حلقه ثانيه على المستوى المائل الخشن، يبقى كده انا موضوع الاحتكاك شرحته لك في حلقتين، اللي هو واحد على مستوى مائل خشن والتاني على المستوى الافقي الخشن. انا كده شرحت المستوى الافقي الخشن، شرحته بتفاصيله بالنظري بتاعه بالتمارين عليه. وفي نفس الوقت لينا حلقه ان شاء الله في المستوى المائل الخشن. في نهايه الفيديو زي ما قلت لحضرتك اشترك في القناه لسبب واحد بس، ان اي فيديو انا هعمله هيجي لك اشعار ان المستر عمل فيديو. طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها وظل الحصص الافتراضيه وظل التعليم اونلاين، يا ريت حضرتك تشوف افضل الفيديوهات وافضل المدرسين وانت في البيت تستمتع بالشرح ده كل وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.